السلام عليكم. بغلة القبور الملعونة، رعب الليالي في قرى الأطلس، في قلب القرى المنسية على أطراف جبال الأطلس، حيث الصمت أكثر فتكا من العواء. تسكن أسطورة تقود مضجع كل من سمع بها. هنالك لا يجرؤ أحد على أن يخطو خطوة خارج بيته بعد مغيب الشمس. ليست الذئاب ولا قطاع الطرق ما يخشاه أهل تلك القرى، بل كائن غريب، جنية ملعونة نصفها امرأة ونصفها بغل، تجوب المقابر ليلا وتتربص بالعابرين المتأخرين. اسمها الذي لا ينطق إلا همسا هو تجمارس نا اسم دال، أو تسرداونت نا اسم دال، بغلة المقبرة بلغة سوس. يؤمن السكان أنها لا تكتفي بمطاردة الضحايا، بل تزرع في أرواحهم مرضا لا يشفى أو جنونا لا يداوى، ولربما تسلبهم حياتهم بهدوء مخيف جدا. ما بعد الغروب صديقي ليس كما قبله. كان الفلاحون والرعاة بعد يوم طويل من العمل الشاق يعودون إلى بيوتهم منهكين، لكن التعب لم يكن السبب الوحيد لابتعادهم عن طرقات الليل. لقد نشأوا على حكاية واحدة تتوارثها الألسن جيلا بعد جيل. الحكاية تقول: لا تخرج بعد العشاء، فالفرس الملعونة قد تشم خطاك. وتحكي الأسطورة أن تلك الجنية لم تكن يوما وحشا، بل امرأة زوجة طيبة كانت تعيش بسعادة مع زوجها. ولكن كما في كل المآسي الشعبية لا دوام للفرح. حين مات زوجها خالفت التقاليد واختارت زوجا جديدا، بدلا من ارتداء السواد والبكاء حتى الجفاف. ذلك الخيار لم يمر بسلام، فقد اجتمعت الأرواح القديمة ولعنتها وجعلت منها مسخا بين المخلوقات. البعض يقول إنها تحولت إلى بغلة عملاقة تسكن المقابر، وآخرون يروون أنها صارت نصف امرأة ونصف بغل، أو فرسا شيطانية تجوب الليالي. ومن هنا جاء اسمها الذي ترتعد له القلوب في سوس تجمرسنا اسم دال، أو فرس المقبرة، أو في روايات أخرى تسرداونت اسم دال، أو بغلة القبور. تخرج ليلا باحثة عن ضحاياها. حين يهبط الليل على المقابر ويبدأ النسيم في حمل أصوات لم تعهدها من قبل، تخرج هي، لا تبحث عن الزحام، بل عن العابرين وحدهم، أولئك الذين تحدوا العادات أو مشوا في أوقات محرمة، وغالبا ما يكون ضحاياها من الرجال. هذا ما ذكره عدد من متقفي الأثر الذين جمعوا شتات هذه الأسطورة من أفواه القرويين. في كتابه الشهير الطقوس والمعتقدات في المغرب، كتب عالم الاجتماع الفنلندي إدوارد ويسمارك، والذي عاش في المغرب بين عامي 1898 و 1926، ما يثير الرعش في النفوس. قال: في كل مقبرة تظهر جنية على هيئة بغلة مع حلول المساء. بغلة لا ترى لكنها تسمع. يقال إن رؤيتها نادرة، ولكن صوتها معروف لكل من عاش بالقرب من مقبرة. نهيقها يشبه نهيق البغال، ولكن فيه نغمة حزينة مخنوقة، كأنها تئن من لعنات لا تنتهي. ويروي البعض أنها تحمل حول عنقها شيئا يحدث طنينا معدنيا، كأنه سلسلة من فضة أو حديد، تصدح مع كل خطوة. ومن تعيس الحظ الذي يراها أو يسمع صوتها فلا نجاة له بسهولة: مرض، جنون، أو موت مفاجئ. قبيلة أي تمسمان الواقعة بين الحسيمة والناظور تطلق عليها اسم تسداونت إمذران، وتعني بغلة المقبرة. أما في مناطق إيغلو وغلاوة في الأطلس فيحكون أنه إذا رآها أحدهم وجرب أن يركبها أخذته إلى المقبرة وحفرت له قبره بحوافرها. الحكاية التي أيقظت الموتى. تقول إحدى الحكايات المتداولة عن رجل بسيط كان يملك مرعا صغيرا قرب مقبرة. لاحظ أن العشب يؤكل كل صباح. قرر أن يسهر ذات ليلة ليراقب،
وما إن اشتد الظلام حتى ظهرت له بغلة ضخمة ممتلئة الجسد ترعى بهدوء. اقترب منها بهدوء ثم قفز على ظهرها، وما إن فعل حتى انطلقت كالصاعقة نحو المقبرة، وبدأت تحفر الأرض بأقدامها كأنها تستعد لدفنه حيا. لكنه أفلت منها وركض نحو شجرة قريبة وتسلقها وبقي فوقها حتى سمع آذان الفجر، حيث يقال إن الأرواح الشريرة تختفي عند سماعه. ويؤكد إدوارد أنه سمع قصصا أخرى عن أشخاص أخذتهم البغلة إلى القبور نحو عالم الموت، لكنهم نجوا من قبضتها المعتمة. وفي بلدة أغلو الصغيرة في سوس لا يتحدث عن بغلة بل عن فرس، ويقال إنها تسمع ليلا وهي تجر سلسلة حديدية داخل المقبرة، ولكن هذه الأصوات لا يسمعها إلا الأشرار، وبعضهم مات من شدة الرعب. وما خفي في المدن كان أعظم، حتى المدن الكبرى لم تنجو من لعنتها. في مدينة فاس تعرف باسم بغيلة الليل، وتظهر ليلا بجسد مغطى بالذهب، وإن تجرأ أحد على مهاجمتها طمعا في الذهب أسقطته أرضا، إلا إن كان يحمل خنجرا أو كتابا فيه آيات من القرآن الكريم، فحينها تهرب مذعورة. أما في مناطق أخرى من المغرب فتعرف باسم بغلة القبور، ويقال إنها تأكل البشر ثم تختفي مع أول خيط من الفجر لتعود في الليلة التالية من حيث لا يدري أحد. فإياك أن تستهين بظلمة الليل في تلك القرى، أو أن تسير في طريق قريبة من المقابر، فلربما تكون الخطوة التالية نحو قبرك. المصادر صديقي، أو مصدر هذا النص أو مصدر هذه الحكاية الشعبية من التراث المغربي يوجد في صندوق الوصف. سوف تجد الرابط الخاص بالمقالة بكاتبتها أو بكاتبتها. سوف تجد رابط الخاص بهذه المقالة كاملة في صندوق الوصف. حفظنا الله وإياكم من كل سوء ودمتم سالمين.